الفقيقسات الحلوين الأكثر طلبًا في عاشورا من عجين وحدة خرجي 5 ديال المذاقات، مذاق ما تيشبه الآخر، كيجيو مقرمشين كيجيو مفتيين، والأهم أنهم ساهلين كيوجدوا بكل بساطة ما كيحتاجوش بزاف ديال المقادير. إذا تبعي معايا الفيديو للأخير باش تعرفي على المقادير والطريقة. كان بسم الله على بركة الله. في المقادير احتاجيت 225 غرام ديال الزبدة، استعملت الزبدة ديال العلبة نوعية لابريري، ممكن تستعملوا أي نوعية بغيتو، كيف ممكن تعوضوها بالزبدة ديال التوريق. ضفت لها كيس من السكر المنسم بالفاني ما يعادل 7 غرام، و200 غرام ديال سكر كلاصي ما يعادل تقريبا 2 كؤوس إلا ربع، القياس بكاس العنبة. الكاس الأول عامر والكاس الثاني ناقص ربع. إذا كندخل مزيان داك السكر كلاصي مع الزبدة حتى كنحصل على خليط بحال هاد الشكل هذا. من بعد ضفت 2 بيضات كاملين، بيضات يستحسن يكونوا بحجم الكبير، الا كان الحجم ديالهم صغير ديروا 3 ديال البيضات. يعني كندخل مزيان داك البيض مع باقي الخليط حتى كنحصل على خليط اللي يكون متجانس. راه ماشي ضروري تستعملوا الطراب اليدوي، ممكن تخلطوا جميع العناصر باستعمال اليد فقط. وهنا غادا نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق احتاجيت 600 غرام ديال الدقيق، يكون نوعيه جيده يعني الخاص بالحلويات ويكون مغربل من قبل. في البدايه كندير نصف الكميه، كنحاول ندخلها مع الخليط ديال الزبده والسكر كلاصي والبيض برؤوس الاصابع فقط، يعني ما تحاولوش تدلكوها نهائيا. ومن بعد كنبدا نضيف بشويه بشويه حتى نحصل على عجين اللي يكون رطب متماسك وما كيلتصقش باليد. بالنسبه لي انا دخلت ديك 600 غرام كامله، وبان لي ان العجين باقي خاصو واحد شويه، وضفت 2 معالق كبار، يعني المجموع 600 غرام زائد 2 معالق كبار ديال الدقيق. اذا بعد كناخذ العجين كنقسموه لخمسة ديال القطع، اما ديروا عينكم ميزانكم، الا كان عندكم الميزان كتعبروا في كل كره تقريبا 235 غرام، باش هكا كيجيوني الكويرات كاملين حجم واحد. اذا خديت الكويره الاولى، زدت عليها مبشور برتقاله وملعقه صغيره عمره مزيان ديال البافو او بذور الخشخاش. اذا كنحاول ندخل قشور البرتقال زائد البافو على هذا الشكل هذا في العجين، ما تحاولوش تدلكوه نهائيا، كنحاولوا غير نطويوه على نفسه على هذا الشكل هذا حتى كتدخل مزيان ديك النكهه ديال البرتقال مع البافو. اذا من بعد كنحتفظ بالعجين على جنب. خديت الكويره الثانيه، كنحاول نبسطها واحد شويه هكا، ضفت لها واحد 2 معالق كبار ديال البسكوي مطحون. استعملت انا هنا بسكوي صابلي بذوق الكوكو، كيعطي واحد المذاق زوين لهذا العجين هذا. و2 معالق كبار ديال الكركاع اللي مسحته من الغبره ديالو وقطعته طريفات صغار. ممكن تعوضوا بالكركاع باللوز حتى هو مسحوه من الغبره ديالو وقطعوه طريفات صغار، او كاوكاو حتى هو كيعطي مذاق زوين. اذا كنحاول ندخل 2 عناصر مزيان في العجين حتى كنحصل على عجين متماسك على هذا الشكل هذا. ندوزو للكويره الثالثه، دخلت فيها واحد ملعقه كبيره خليط ما بين الجنجلان وحبه حلاوه، ونص كيس ديال السكر المنسم بالزهر. ممكن الا بغيتو اولا كتبغيو النسمه ديال الزهر ديروا الكيس كامل، يعني 7 غرام كامله. اذا كندخلها مزيان في العجين وكنحتفظ به حتى هو. الكويره الرابعه من العجين دخلت فيها واحد 2 معالق كبار تقريبا ديال حب الملوك معسل اللي قطعته طريفات صغار، وكندخلوه حتى هو في العجين على هذا الشكل هذا. هنا بان لي ان العجين بدا كيتلصق واحد شويه، وضفت له ملعقه كبيره ديال الدقيق. كندخل هاد العناصر مزيان في العجين حتى كنحصل على العجين اللي يكون متماسك، وغنحتفظ به حتى هو كذلك على جنب. هنا دزت الكره الخامسه والاخيره، كنحاول نحلها واحد شويه هكا، ودخلت فيها كيس ديال الكاكاو المر ما يعادل 7 غرام، او الا كان عندكم ديال العبار خذوا واحد ملعقه كبيره مملوءه جيدا وضيفوها للعجين. اذا كندخل مزيان داك الكاكاو في العجين حتى كيرجع الشكل ديالو بني، ومن بعد غادا نضيف له 2 معالق كبار ديال اللوز ايفيلي، او ممكن ديروا كاوكاو ايفيلي الا كان متوفر. وكنحاول ندخلو بشويه بشويه العجين باش ما كيتكسروش دوك الرقائق ديال اللوز وكيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. يعني كنستمر غير بشويه بشويه حتى كندخل اللوز ايفيلي مزيان في داك العجين. يعني كناخذ الكويرات ديالي ب5،
كنغطيهم بواحد القطعة ديال البلاستيك وغنخليهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة فوق سطح العمل. إذا بعد مرور هاد المدة كنرجع للكويرات ديال العجين، كناخد كل كويرة كنحاول هكا نطلقها على شكل بودان يكون شوية غليظ. أنا بديت هنا بهاد العجين اللي فيه البسكوي والكركاع. هنا الا بديتو تحربلوه كيبان لكم انه بدا كيتحل، فما تخافوش منه نهائيا، حاولوا تضغطوا عليه وراه كيتحربل بكل سهوله. اذا نتوما كتحربلوه وانتوما كتضغطوا، راه هاد النوع ديال العجين بوحدو اللي فيه هاد المشكل، في حين ان باقي الكويرات ديال العجين كيتحربلوه بكل سهوله. اذا كنحاول نحربلوه هكا بسمك يكون متوسط، ما يكونش غليظ بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش رقيق، باش هكا القطع ديال الفقيقسات كيجيوني بواحد السمك اللي هو معقول. كناخد الكرة الثانية من العجين حتى هي كنقسمها على جوج وكنشكلها على شكل حرابل، يعني كل كويره ديال العجين عطاتني جوج ديال الحرابل. من بعد صفتهم في هذا البلاطو اللي فرشت واحد قطعه ديال البلاستيك، وغادا نغطيهم بقطعه اخرى ديال البلاستيك وندخلهم للمجمد لمده نصف ساعه. بعد مرور هذه المده عاود خرجتهم من المجمد وكنعاود نحربلهم مره واحده اخرى. الهدف من هذه العمليه هو انهم كيحافظوا على داك الشكل الدائري، يعني ملي كنقطع الفقيقسات كيجيني الشكل ديالهم دائري. يعني كنخليهم نص ساعه في المجمد حتى كيتبرد العجين مزيان وكتشد راسها، وكنعاود نحربلها. من بعد كنعاود نرجعهم للبلاطو وكنغطيهم بقطعه اخرى ديال البلاستيك ودخلتهم هنا للمجمد لمده 3 ديال الساعات. من بعد ما دازت 3 ديال الساعات كنجبد الحرابل ديالي واحد بواحد، ما تجبدوهمش كاملين لان دابا الحال سخون ودغيا غيطلقوا راسهم وغيرجعوا في حال الحاله الاولى اللي كانوا فيها، يعني كيتلصقوا ما غاديش يتقطعوا لكم بسهوله. كنجبد واحد الحربول كنقطعو كنستفو في الطاوه ديال الفران ونعاود نجبد واحد اخر. في حاله الا بديتو تقطعوه مباشره بعد ما خرجتوه من المجمد وبان لكم ان دوك القطع كيتفرتوا من الجناب، خليوه واحد 30 ثانيه، يعني جبدوا الحربول خليوه واحد 30 ثانيه وبداو تقطعوه فكيتقطع بكل سهوله. ومن بعد ستفتهم في الطاوه اللي فرشت لها ورق الطبخ وحاولوا ديروا العجين الابيض مع البني باش كتشدوا لهم القياس في التحمر، ودخلتهم يتحمروا في الفران اللي مسخن من قبل على نار تكون مهيله. في البدايه النار كتكون من الاسفل فقط حتى كيتحمروا من الاسفل، وديك الساعه كنطفي عليه من الاسفل وكنشعل من الوجه، دائما النار تكون مهيله باش هكا كيطيحوا لون واحد في التحمر وكيجيو مقرمشين. الا كانت النار مجهده غادي يتخطفوا، يعني غادي يتحمروا وما غيجيوش مقرمشين نهائيا. اذا حاولوا تعطيوهم شويه ديال الخاطر باش النتيجه تكون مزيانه. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما تحمروا، كيجيو لذاذ بزاف، مذاق ما تيشبه الاخر وكيجيو مقرمشين. بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموهم كوموند، هاد المقادير اللي عطيتكم كتخرج بالضبط كيلو و50 غرام. بالنسبه لثمن البيع كيتراوح ما بين 80 و 100 درهم على حسب المنطقه او المدينه اللي انت فيها. اذا كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، فما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق محفز. خليتكم على خير، عواشر مبروكه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.